نرجع. شو اسمك؟ أنا غالب عمار حميد منين؟ من محافظة إدلب. قد عمرك؟ عمري 82. شو بتشتغل؟ مواليد 82؟ 82. شو بتشتغل؟ أنا عامل زراعي بالزراعة. شو عامل انت هلا؟ أنا جابوني عقلية هاي بلد. إيه. شو عامل جرائم؟ جرائم سيدي اللي عاملها أنا قتلت 5 بالحي. امتى هذا الحكي؟ هذا الحي سيدي أول ما أجوا اللجان. أول ما اجوا اللجان. أول ما أجوا اللجان. بأني سنة؟ سنة تقريبا بال 2000 سيدي، بال 2011. 2011. آخرتها؟ إيه يعني تقريبا تمام عندهم شهرية. بعد ما عرفوني إنه أخي إنه خلصوا مني طلعوني. وين بعدين رحت؟ رحت اشتغلت كمان شهرين باللجان تبع شو عمل جرائم؟ شو الجرائم اللي مرتكبة؟ احكي لي شنو؟ جرائم سيدي تبع العرس. مرة جايبين 5 جابوهم الشباب تبع اللجان. شو اسمهم بتعرف؟ والله يا سيدي ما بعرف عشان ما خربطك بالاسماء. قال اخي هذول انا مسكرين. قلت له بعدين اجي معهم. قال لا انت بتكلم عن حالي. ايه راحوا سيدي فوتونا على البيت اللي عندهم في العش. ايه صفون وقتلوه. بالحي كم واحد قتل؟ انا قتلت 5. وين؟ 3 المطعم حارة فيصل. مطعم حارة فيصل. واثنين فوق نص الحي. واثنين ونص الحي. نص الحي. انت كنت واقف على الحواجز تبع حي تشرين؟ كنت وقت في يعني يجي قدام مثلا بالاسبوع يوم نهارين او 3 ايام. وغيرها شو عامل كمان؟ هذول تبع الحي سيدي. اللي تبع العيش مرة قتلت انا وابو علي. قتلنا 2. مين ابو علي؟ ابو علي هذا اللي بيستلم الحاجز. اللي مستلم حاجز على الشي البربر. مين اللي شغلك بلجان حي تشرين؟ اللي شغلني باللجان سيدي هذا الشاب. شو اسمه؟ عاطف الشيخ. اغتصبت شيء؟ ايه في 2 سيدي مرة جابوهم عن طريق القابون. أعمارهم تقريبا بال 35. جابوهم عملوا فيهم سيدي قال أنت بدك تفوت كمان. قلت له لا. قال تفوت غصب عنك. والله فوت أنا سيدي خلصنا. بعد ما خلصنا سيدي قال أبو علي قال اقتلوه. بس أنا ما كنت معهم بهاي سيدي. قتلت النسوان ما ضربت هذا. بس أنا مسكتهم وأخذتهم على شارع الحافظ. رميتهم هنيك. إيه. شاركت بسرقة البيوت؟ شاركت بيتين سيدي بس. وين؟ تبع الحي كله. هذا الشارع تبع مطعم فيصل سيدي. قديش كانت حصتك من المسروقات؟ هني ما يعطوني سيدي بس أنا اللي أجيبه وبيعه وآخذه. شو أخذت أغراض؟ أخذت تقريبا مثل ميكروويف. أخذت وأخذت مكواهي وأخذت الخزون. طلعت هذول كانوا صغار. وين بعتهم؟ بعته لواحد تحت بالشارع. شارع الثورة؟ قديش كانوا يعطوك راتب؟ سيدي هون بحي تشرين؟ بحي تشرين أعطوني 7000. قال هيك عم نعطينا إحنا. قلنا ما في مشكلة. قلنا ناخذ شيء. قلنا ناخذ شيء لأن هذا الشغل ما بيوفي معي أنا بدي 10,000. قال والله يا أخي 10,000. قلنا له ما السلام عليكم. سحبت حالي وطلعت سيدي لعند الشباب اللي فوق. كمان طلعوا أخرى من هذول سيدي. طلعوا أخرى من هذول كمان تميت عندي شهرين على وكيلة. كمان أساس ثاني شهر أبو علي يعطيني 10,000. ما أعطاني غير 7,000 وقلاني وقال إذا بشوف حكومتك سيجري. شو كان معك سلاح؟ أنا سيدي على الحاجز روسية كان. روسية. ما يعني يجي يستلم المبيت تبعي يسلموني ويستلمني. طيب هلا أنت من إدلب وإدلب عم تنقصف وإدلب عم تتدمر. والله شو اللي دفعك لهالشغل هذا؟ ما بعرف. هذا لعب بعقلي صار يعطيني من هذا الحب سيدي. والله العظيم حب شو اللي يعطوكم إياه؟ هذا أعطاني صار يعطيني حب أبيض هيك.
يعني معترف بذنبك. والله معترف وتوب إن شاء الله لرب العالمين. وجاهز للعقوبة اللي رح تنفرض بحقك؟ سيدي شو هالعقوبة؟ أنا جاهز لأي عقوبة